مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء سيلها بالعناوين. الرئيس الصومالي يغادر البلاد مختتما زيارة عمل استغرقت يومين. دعوة للدفع بزراعة فواكه المناخ المعتدل. السدود الصغيرة الحديثة تسهم في تنمية البساتين في مديرية النحيل. رئيس الوزراء البريطاني يعلن إمكانية بلاده العيش بدون اتفاق بريكسيت. السلطات الفرنسية تضع باريس ومنطقتها في حالة تأهب قصوى. وكاليدونيا الجديدة ترفض الاستقلال عن فرنسا في استفتاء ثاني. غادر رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية محمد عبد الله محمد البلاد عصر اليوم 5 أكتوبر مختتما زيارة عمل استغرقت يومين بموجب الدعوة التي قدمها له فخامة الرئيس ياسر أفورقي. وكان لدى مغادرة فخامة الرئيس الصومالي مطار أسمر الدولي فخامة الرئيس ياسر أفورقي، وحضر مراسم التوديع معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس ياسر أفورقي السيد يمان قبراب. وقد عقد الرئيسان مباحثات موسعة ركزت على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدفع بالتعاون الإريتري الصومالي والارتقاء به وبناء صومال قوي مستقل السيادة. كما توصل الرئيس ياسر أفورقي والرئيس محمد عبد الله إلى تفاهم لتقوية ومواصلة الجهود التي بدأها للتكامل الإقليمي على أساس الاتفاق الثنائي الموقع والاتفاق اللاحق بين إريتريا وإثيوبيا والصومال. كما قام فخامة الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد برفقة الرئيس ياسر أفورقي بزيارة تفقدية إلى المناطق التنموية في إقليمي شمال البحر الأحمر والجنوبي. دعت وزارة الزراعة المزارعين لزراعة فواكه المناخ المعتدل الملائم لمناخ الهضبة مثل التفاح والخوخ التي يتم تنميتها في مشتلي مرحنو وأمبادرهو. أوضح خبير تنمية النباتات في الوزارة السيد ميكائيل جيلاغابر إن تنوع المناخ في البلاد يساعد في تنمية مختلف أنواع الفواكه، ويسهم مشتلي مرحنو وأمبادرهو في ضمان توفير الشتول. وذكر مسؤول مشتل مرحنو السيد زر سنايك الكلي أن المزارعين بإمكانهم القدوم إلى المشتل في أي وقت كان لشراء الشتول، مشيرا إلى الجهود الجارية لتقديم الشتول الذي كان يقدم فقط من شهر أكتوبر وحتى يناير طوال السنة. وأفاد المستفيدون من مشتلي مرحنو وأمبادرهو أن حصولهم على الشتول الجيدة بأسعار مناسبة أسهم في التطور ورفع الإنتاج. وأشارت وزارة الزراعة إلى إعداد حوالي 10,000 شتلة تفاح و1500 شتلة خوخ في مشتلي مرحنو وأمبادرهو. صرح خبير حفظ المياه وحماية التربة السيد ميكائيل صقاي بأن السدود المصغرة المبنية حديثا ظلت تسهم في تنمية البساتين، إضافة إلى سهاماتها الفعالة في حماية وحفظ التربة في مناطق مأدو وبيت ماريا وعد سحارة وعد قدو بمديرية النحيل بالإقليم الجنوبي. وأوضح لوكالة الأنباء الإريترية أن السدود الصغيرة المشيدة في عام 2019 في 4 أماكن بوادي مايتخلة ساهمت في حماية واستقرار البيئة من الانجراف، وأمنت مصادر المياه للإنسان والحيوان في المنطقة ككل، فيما استغل بعض المزارعين تنمية البستنة بجوار تلك السدود وظلوا ينتجون في السنة 3 مرات. وذكر منمو البساتين
أسفل السدود الصغيرة بأن تلك السدود ساعدتها في إثراء مياه آبارهم، وبفضل ذلك استطاعوا العام الماضي مزاولة نشاطاتهم لعام كامل، ما أدى إلى تلبية متطلبات مناطقهم. هذا وتوضح مستندات مكتب الزراعة في الإقليم الجنوبي بأن في المديرية 360 هكتارا من الأراضي الزراعية النامية عن طريق التنمية المروية، وينشط في تنميتها المزارعون منضوين في ظلال جمعيات. حققت بذور القمح المحسنة التي قام بتجريبها مزارع نموذجي في منطقة كازالامزا بمديرية دبارو بالإقليم الجنوبي نتائج جيدة. وقال المزارع النموذجي سبحات تخلو البالغ من العمر 83 عاما والناشط لحوالي 53 عاما في المجال الزراعي إن السر الرئيسي للنجاح هو مزاولة النشاط الزراعي دون كلل والمتابعة اللصيقة للمزرعة، موضحا بأن بذور القمح المحسنة المزروعة في 3.3 هكتار بلغت مستوى آمن بفضل استمرارية المتابعة الجادة وأنشطة التسميد. وأشار السيد سبحات إلى تنميته الفواكه والغذاء الأخضر وعلف الحيوان إلى جانب بذور القمح المحسنة حيث بلغت مرحلة الإنتاج، كما زرع في سبتمبر المنصرم بذور البطاطا المحسنة وكذلك الثوم ليكون نموذج للمزارعين. وقال المزارع سبحات إن العمل المنسق يحقق نتاج جيد، كما أنه ينشط في مجال تكاثر أبقار الحليب وتربية النحل بنسبة ضئيلة. مجموع كافة الأنشطة الزراعية النموذجية ساعدت في تحسين حياته المعيشية. وأوضح خبير تنمية النباتات في مكتب الزراعة في المديرية السيد هبتة أبسيوم لوكالة الأنباء الإريترية إن السيد سبحات المزارع النموذجي هو مزارع يطبق إرشادات خبراء الزراعة جيدا، وعمل على تحويل مزرعته إلى مزرعة حديثة، وذلك يعتبر نموذجا إيجابيا لمزارعي المنطقة. تتواصل التبرعات المالية والعينية للأسر المحتاجة في مديرية عالدخالة. بموجب ذلك تبرع المحسنون من أبناء عالدلقسة ب70,200 نقفة للأسر المحتاجة بما فيهم المسنين واليتامى. كما تبرع المحسنون من أبناء قعبين ب147,500 نقفة للمحتاجين في منطقتهم. فاصل سيداتي وسادتي وأعود لمواصلة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة يمكن أن تعيش بشكل جيد للغاية بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق حول البريكسيت، حيث تشهد المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تعثرا كبيرا قبل نهاية الفترة الانتقالية المتفق عليها بين الطرفين. وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 من يناير الماضي، لكنها تستمر في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي حتى 31 من ديسمبر المقبل في إطار مرحلة انتقالية اتفق عليها الطرفان. وفي حالة عدم وجود اتفاقية تجارية بحلول نهاية العام لن يتم تطبيق سوى قواعد منظمة التجارة العالمية ورسومها الجمركية المرتفعة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية مثل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة محتملة على الاقتصاد البريطاني الذي يمر بأزمة بسبب فيروس كورونا. صرح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن السلطات الفرنسية ستضع باريس ومنطقتها في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال مكتب رئيس الوزراء إن حالة التأهب القصوى تعني اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بالنسبة للأماكن العامة. وأضاف المكتب أن الإجراءات التقييدية الجديدة ستنفذ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر ل15 يوما. وكانت فرنسا قد سجلت الأحد 12,565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، نزولا من حصيلة إصابات اليوم السابق التي كانت رقما قياسيا جديدا. وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء الجائحة ارتفع إلى
و19,190 حالة إصابة. صوت الناخبون في المحيط الهادئ في استفتاء ثان على البقاء جزءا من فرنسا بنسبة 53.26% بحسب ما أظهرت النتائج النهائية، وكانت كاليدونيا قد صوتت أيضا بنسبة 56.4% لمصلحة البقاء جزءا من فرنسا في استفتاء في عام 2018. ورحب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بنتائج الاستفتاء وأعرب عن امتنانه العميق قائلا إن الناخبين قالوا كلمتهم، فقد أكدوا على رغبتهم في إبقاء كاليدونيا الجديدة في فرنسا. واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام لجان الاقتراع 304 للتعبير عن رغبتهم في حصول كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة والاستقلال أو البقاء ضمن فرنسا. وهناك 180 ألف ناخب مسجل في الإقليم الذي يحتوي على ربع موارد عنصر النيكل المعروفة في العالم، والذي يعد مكونا رئيسيا في صناعة الإلكترونيات. أعلنت وزارة الآثار المصرية الكشف عن 59 تابوتا خشبيا عمرها أكثر من 2500 عام في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة غربي القاهرة. وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي عقده في منطقة الكشف أنه تم اكتشاف 59 تابوتا في الإجمال في 3 آبار، مؤكدا أن هناك عددا آخر غير معروف من التوابيت في هذه الآبار سيتم الإعلان عنها تباعا. والتوابيت مغطاة من الخارج بألوان زاهية ما زالت في حال جيدة وبكتابات هيروغليفية. ويعد هذا أول كشف أثري يتم الإعلان عنه منذ بدأ أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي. وتأمل مصر أن تعزز هذه الكشوفات الجديدة فرص انتعاش السياحة الذي تعرض لضربات عدة منذ العام 2011. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.